أحمد، أنت يا ولد إيه اللي واقع عندك؟ أنت كسرت إيه يا زفت؟ الزفرية يا ماما وقعت، بس مش أنا، هي فريدة اللي وقعتها بالغلط. فريدة كانت جوه في أوضتها. أنت كذاب، بتكذب عليا في وشي. أنا هكسرك، مش هسيبك. أنت تستاهل الضرب علشان تتعلم تبطل كده. والنبي يا ماما مش قصدي، أنا كنت بلعب وهي وقعت مني والله. حقك عليا يا ماما، والنبي مش قصدي، ما تضربنيش. استخبيت؟ فاكر نفسك هتهب؟ والله لأضربك، ولما أبوك يجي هخليه يوريك. ما كانش قصدي والله العظيم ما كانش قصدي. رسالة من القلب لكل أم تعبت من كذب ابنها، لكل أم بتقول ابني بيكذب ومش عارفة أعمل إيه. طب اسمعيني بس ثواني، ابنك مش كذاب ولا شرير ولا ناوي يوجعك، هو بس خايف. هو كذب علشان جرب قبل كده إن الحقيقة بتوجعه، جرب إنك بتزعقي وبتعاقبي وبتقسي، فقال لنفسه أكذب يمكن أعدي، بس الحقيقة هو ما عداش. هو اتعلم يستخبى، يخاف ويكتم جواه. في المواقف الكتير اللي بتحصل في حياته، ابنك مش محتاج منك العصبية، محتاج حضن يسمع له وهو بيغلط، محتاج أم لما يغلط تقول له أنا زعلانة إنك كديت، بس لسه بحبك وكنت أتمنى تكون صادق علشان أساعدك. جربي مرة لما يعترف ما تعاقبيش، قولي له أنا فخورة بيك إنك قلت لي الحقيقة، وساعتها هيصدقك وهيختارك وهيحب يحكي لك كل حاجة حتى قبل ما يغلط. اسألي نفسك سؤال، لما ابنك بيغلط بيجي يحكي لك ولا بيخبي؟ لو بيخبي يبقى في حاجة وجعاه، يمكن تكوني انت من غير ما تقصدي. مش عايز اقولك كوني ام مثالية، بس كوني الحضن اللي بيرجع له وهو موجوع. اختاري تفهميه بدل ما تجرحيه، احتويه علشان يختارك. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم باللين والرحمة نكسب قلوب ولادنا. لو حسيتي ان الكلام ده لمسك ابعتيه لأي أم محتاجة تسمعه. خلي الخير يوصل لقلوب تانية. دمتم في رعاية الله.